الأقسى فوقنا فخنا منذ بداية العركة. ده مش كلامي أنا، ده كلام ولاد الإخس بذات نفسهم. ليه يا ترى؟ إيه اللي خسرلك؟ إيه اللي جرى؟ خد عندك لواء، ومش أي لواء، جعفراتي في نفسه كده. يعني إيه؟ يعني تحت منه كتايب ووحدات ومسؤوليات. وماله ده خبيبي؟ إيه اللي خسرله؟ تخيل، قلبه وقف، مش بهزر، قلبه وقف بجد بعد اللي شافه في عياله من اخواتنا في القطاع. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يطلع ولاد الإخس وينفوا الخبر، يقولك لا ما خسرش بره عننا. طيب تمام، الموضوع يخلص على كده؟ لا، يطلعوا قرايبه يعلنوا الخبر ويأكدوه ويقولوا اللي خسرله ده ناجم من ما رآه من اخواتنا في القطاع. هي كلمة ملعبكة كده. يا اخي ولاد الإخس دول تسمع كلامهم تصدقهم، تشوف امورهم تستعجبهم. يطلعوا اولت امبارح يقولك احنا منتصرين. معلش يا حبيبي، في ايه بالظبط؟ طائرتنا ماشية بحرية في سماء اللبنانيين. هي فعلا حرية في دماغك، فوق دماغك قدك، حرية قد كده. وفالخين قوي عمالين نستهدف في الصحفيين. انت فعلا فالخين والله العظيم. بيتباهوا ان هم خلصوا على حمزة ابن وائل الدحدوح ابن الغزاوي، ناقص يطلعونا لسانهم فاكريننا زعلانين. احنا موجوعين والفراق بيوجعنا، بس احنا متأكدين ان احنا في رحلة قصيرة، ويا رب يجعلنا كلنا شهداء ونبقى كلنا في الجنة متجمعين. انتوا بس اللي مش فاهمين. صبر الله قلبك أستاذ وائل الدحدوح. لو اللي حصل لك نزل على جبل لانهار، ولكن انت أسد صامد شامخ أقوى من كل الجبال. واخواتنا والله ما ساكتين، حالفين يجيبوا حق الشهداء وكل الصحفيين. باعتين أحلى تحيات من هنا للشلالات، أحلى فرقعات فوق نافوخ ووصلت في عمق تل الأنابيب. يا ولاد الإخس، مش كنتوا فرحانين إن الطيارات ماشية بحرية في سماء اللبنانيين؟ خد عندك لبنان وجمال لبنان صبحت عليكم ب62 زنبقة فوق نافوخكم. لا، هي مش فوق نافوخكم بالظبط، هي فوق نافوخ قاعدة ميرون. وإيه يا ترى قاعدة ميرون؟ هي أكبر قاعدة جوية. مالها دي بقى حضرتك؟ دي قاعدة مش عادية، دي مركز الإدارة للمراقبة والتجسس يا ولاد الجاسوسية والتحكم الوحيد ليهم. ومش قادرة أقولك قد إيه نخبة راحوا في العملية دي. العجيب في الموضوع ان ولاد الإخس اول مرة ما يكذبوش. هو فعلا اليوم الأقسى فوق نفخهم. اللهم بارك، اللهم زود. نيجي بقى لختامه الزفت، علاقة النتن بمامته النتنة. احب اطمنك انها بتنهار، ناقص يطلعوا يردحوا لبعض. الماما تقول لابنها النتن بص خبيبي كده وفوقلي، شوف خبيبي هتسمع كلام مين، سموترتر وغفير، ولا هتمشيهم ونبقى احنا عليك راضيين؟ الموضوع يخلص على كده؟ لا، باعتين وزير الخارجية بتاعهم ليبتون للإمارات والسعوديين يقول لهم ايدي في ايديكم، هنعمر تاني القطاع ونقيم دولة مستقلة للفلسطينيين، وهعمل كل ما بوسعي علشان ندخل المساعدات والمعونات، وهننتقل للمرحلة الثالثة اللي هي ايه؟ ان احنا نرجع تاني الناس اللي نزحت للجنوب، نرجعهم تاني للشمال ويعيشوا تاني في امان. ايه ده؟ الراجل ده طيب قوي، بس مشكلته ان هو بوشين. يجي بقى عند اليمنيين ويتعصب ويتنرفز ويقول مش عارفين نعمل معاهم ايه، على شجاعتهم مش قادرين. حضرتك مش عارف تعمل معاهم ايه؟ انا اقولك الموضوع ابسط مما يمكن، ان حضرتك تنفذ اللي قلت عليه، ان انت تبطل ترسل لولاد الإخس حاملات الطائرات والطيارات والمعونات والمساعدات، وتبطل ان انت تبقى بوشين، وتبطل خبث ومكر. نفذ بس كلامك وهتلاقي تلقائي الأمن هيرجع تماما للبحر. الموضوع يخلص على كده؟ لا،
كل دول بقى في وادي، والندل في وادي تاني خالص. الراجل ده مخه هوا منه، سايب بقى المخطوفين على المحجوزين على اللي قاعدين في الميدان ومشلولين فوق نافوخه، وقال لك ايه بقى، انا هخلي كل المسؤولين اللي حواليا دولت يخضعوا لجهاز كشف الكذب. ده وقته يا راجل انت. اصل انا في سرسوب بيسرب كلامي للاعلاميين، هقفشه، هموت واقفشه. قول لي يا وزير، الطماطم فيها كام بذرة؟ مش عارف؟ اذا انت من الخاينين يا جماعة. نهاية النتن قربت، ويبقى افتكروا ان آية عمر كانت اول المبشرين.